ايه الافضل في الدايت، استخدم العيش البلدي ولا العيش السن؟ وصدقني الاجابه هتصدمك. طيب اول حاجه عايزين نعرف الفرق بين الاثنين. بالنسبه للعيش البلدي بيبقى معمول من الدقيق الابيض، ده يعتبر من السمبل كارب، الكربوهيدرات البسيطه، جسمك بيبقى قادر يمتصه ويحلله بصوره سريعه. بالنسبه للعيش السن بيبقى من كومبلكس كارب، اللي هي الكربوهيدرات المعقده، بيبقى معمول من قشور القمح، فجسمك بيقدر يتعامل معاه بصوره ابطا شويه، بعكس العيش البلدي. كل 100 جرام من العيش السن فيها 360 سعره حراريه، كل 100 جرام من العيش البلدي فيه 260 سعره حراريه. المعلومه دي ممكن تصدمك ان العيش السن اصلا سعراته الحراريه اعلى بكتير من العيش البلدي، فما ينفعكش وقت الدايت ووقت التخسيس. طيب عايز اقول لك على معلومه ثانيه خطيره، انك لما بتاكل العيش السن، الرده اللي معمول منها العيش السن دي بتقلل لك امتصاص المعادن في جسمك، معدن زي الكالسيوم والحديد، الاثنين دول على المدى البعيد هيعملوا لك مشاكل صحيه جامده جدا. فنصيحتي ليك لو انت عايز تخس، وقف العيش البلدي او العيش السن، يعتبروا سعراتهم الحراريه عاليه جدا